إحنا دايمًا لمّا بنسمع تغذية سليمة بييجي في دماغنا الدايت والمحافظة على الوزن، ولكن الموضوع أكبر من كده بكتير، وده اللي هنعرفه النهارده من دكتورة ريهام. أهلًا بيكِ يا دكتور. ممكن تعرّفينا بنفسِك أكتر؟ أنا دكتور ريهام فرغني، أخصائي طب الأطفال والحديث الولادة وأخصائي التغذية العلاجية والإكلينيكية. دكتور، أول سؤال عايزة أسأله لِك هو إزاي نحافظ على التوازن الغذائي في رمضان، وده لكل المراحل العمرية وخصوصًا الأكبر يعني؟ بالنسبة لرمضان إحنا قُلنا إن رمضان هو فرصة كبيرة للdetox الطبيعي للجسم إن هو يتخلّص من السموم اللي موجودة على مدار السنة، علشان نحقق التوازن في رمضان إحنا المفروض بناخد 3 وجبات في فترة الفطار، وجبة الفطار ووجبة السحور، وفي بيبقى وجبة snack خفيفة ما بين الفطار وما بين السحور. أول وجبة بناخدها بعد فترة الصيام هي وجبة الفطار، وجبة الفطار المفروض ما ناخدهاش كوجبة كلّها مرّة واحدة، لازم نهيّئ الجهاز الهضمي إن هو داخل له أكل بعد فترة صيام طويلة بتمتد ل14 ل16 ساعة. أول حاجة إحنا بناخد 3 تمرات كوباية مَيّة أو 3 تمرات وكوباية لبن، وبعد كده نفصل بصلاة المغرب، وبعد كده نرجع ناخد الوجبة الرئيسية بتاعتنا. دايمًا الوجبة الرئيسية لازم تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية زي البروتين، النشويات المعقدة، خضار، وكمان الدهون الصحية. وبعد كده بناخد وجبة خفيفة ما بين الفطار والسحور اللي هي عبارة عن ثمرة فاكهة وشوية مكسرات نية غير مملحة. بعد كده نهتم بوجبة السحور. وجبة السحور دي وجبة مهمة جدًا بنحضّر فيها الجسم لفترة الصيام اللي بعديها، علشان كده لازم نمدّه باحتياجاته فيها. دايمًا برضه بيبقى فيها النشويات والبروتين ولو ممكن حصة ألبان أو خضار.